الزمالك يشكو شوبير للمجلس الاعلى للاعلام، وكلام مهم جدا 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 عن شعبيه النادي الاهلي. دايما بيكلمونا عن شعبيه النادي الاهلي، القناه اللي عمرها ما نجحت غير لما اتكلمت على الزمالك ولقحت على الزمالك. كلام مهم جدا جدا في الفيديو. عندنا كلام مهم بخصوص صفقات الزمالك. الاوبشن او السيتنج او السيستم بتاع نادي الزمالك عامل ازاي. وزيزو في بدأ الكلام يتقال مفيش تجديد، طب ده الاهلي هيخش في الصفقة، طب ما اعرفش ايه، ده زيزو زعلان من كلام الناس على الفلوس اللي هو عايزها. هنتكلم في الفيديو. اوعى تروح في اي حتة، كلمتين مهمين كده في الخلاصة في السريع. الاول ما تنساش من فضلك تشترك في القناة، مهم جدا، وتفعل زر الجرس، مهم جدا جدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قناة النادي الأهلي غيروا الديكورات وغيروا فيها العمر كله من ساعة لما عملوها. بقى لهم حوالي 15 سنة. قناة الأهلي دي بقى لها حوالي 15 سنة، ويشيلوا ويحطوا ويغيروا لمبة ويغيروا مذيع، وعملوا ما فيش غير برنامج ملك وكتابة اللي بيتفرج عليه 2 3، ويعني مقبول شوية، مقبول شوية برنامج ملك وكتابة. غير كده القناة بتخسر طول عمرها. القناه محدش اهلاوي بيتفرج عليها. قرر النادي الاهلي مره يعمل برنامج ويسميه حارس الاهلي، ويقدمه الكابتن شوبير. طبعا عارفين الكابتن شوبير هو مش محبوب عند جمهور الاهلي. هو مش محبوب، وياما جمهور الاهلي ما اعرفش اهلي في مدرجات، وياما الالتراس اهلاوي كان ما اعرفش بيعمل ايه. بس هم الاهلاويه اي حد بيستفز الزمالك حبيبهم، حتى لو هو بيشجع ايه. هم مش فارق معاهم شوبير. هم اي حد بيضايق الزملكاويه او بيستفز الزملكاويه، هم بيحبوه على قلبهم زي العسل، بغض النظر عن هو ايه ولا بيعمل ايه. فالبرنامج عمل نقله كبيره، وفي ما اعرفش بيجيب مين ولا مين يقعدوا يطبلوا كلهم في الحلقه ويأيدوا كلام بعض، ويجيب ناس عمرها ما بتنتقد النادي الاهلي ولا اي حاجه، ويقعدوا يلقحوا على الزمالك ويتريقوا على الزمالك وما اعرفش ايه. فطبعا البرنامج بقى بيتشاف ليه؟ علشان بيلقح على الزمالك، علشان بيتكلم على الزمالك، علشان بيجيب في سيره الزمالك. هو يا كابتن شوبير لو ما اتكلمتش على الزمالك البرنامج المشاهدات بتاعته هتقل؟ طبعا ما حدش هيتفرج عليه. ده ازاي؟ ده مأكدين لي ان الاهلاويه 200 300 مليون، وهم دول اللي بيتفرجوا على كل حاجه لا، هو البرنامج مبني على التلقيح على نادي الزمالك. وسهله جدا الزمالك يعمل كده، وسهله جدا نعمل كده ونجيب واحد ويلا، وهنا يرد وهنا يرد، ونقعد بقى ده احنا عايزين الكرة المصرية تهدى. مش عايزة تهدى. اعتقد ان شكوى الزمالك مهمة وجميلة. عيوطة اللي تشتكي. النادي الاهلي بيشتكي من اقل حاجة. الاهلي لو قاوت غلط ممكن يشتكي التحكيم تاني يوم. شكاوي على طول النادي الاهلي. فاذا الزمالك بيشتكي شوبير برنامج حلو ولذيذ وحراق ومشطشط. طب ما تجرب كده وما تتكلمش على الزمالك، وما تجيبش الناس اللي انت بتجيبها اللي معروف هي بتقبض من مين وبتعمل ايه وبتأيد ايه ومين اللي بيديها مرتباتها ومين بيعمل ايه. ما تجرب كده ما تتكلمش على الزمالك خالص ولا تجيب في سيرة الزمالك. تجيب برنامج تمام تضحك الضحكه اللي هي دي الضحكه دي، لا الضحكه دي تمام، وتتكلم على النادي الاهلي بس. جرب ونشوف هل البرنامج هيعمل مشاهدات ولا مش هتلاقي حد هيتفرج عليك زي ما كانت القناه شغاله. بس هم اتبعوا منهج جديد، وهو التلقيح على الزمالك واستفزاز الزملكاويه. بس هو ده اللي بيعمل مشاهدات لبرنامج حارس الاهلي. صفقات نادي الزمالك، انا لحد دلوقتي بصراحه عندي صداع من الصفقات. كل ساعه في لاعب الزمالك بيفاوضه، بس ناديه مش عايز، بس ناديه مزود الفلوس، بس اللاعب مش عايز، بس اللاعب ما اعرفش ما بيحبش مصر، بس اللاعب ما اعرفش عايز كام، بس النادي عايز كام.
والغريبه والعجيبه ان نادي الزمالك ما عندهوش خصوصيه بربع جنيه. يعني بتفاوض لاعب، ازاي الناس تعرف وانت بتفاوض اللاعب؟ ده مش واحد بس، ده واحد واثنين وثلاثة، فكل شوية لاعب بنتفاوض معاه، بنتكلم عليه. بنتكلم عليه ليه يا عم؟ بنتكلم عليه بمفاوضة يعني. طب يعني انا من وجهة نظري ان الزمالك تحرك في ملف الصفقات واتنحرر كده لما الاهلي جاب بن شرقي. جمهور الزمالك هاجم اداره الزمالك وما اعرفش. قبل ما الاهلي يجيب بن شرقي كان الكلام ان احنا عندنا اولويات، فبنحاول ندفع مستحقات اللعيبه. والله بنحاول ما اعرفش نجدد للعيبه ونجدد لزيزو، ولو بقى 2 3 جنيه هنجيب بيهم صفقات. ده اللي كان هيحصل لما الاهلي جاب بن شرقي. الضغط كله بقى على اداره الزمالك. اذا انا من وجهه نظري ملف التعاقدات بيبقى متظبط قبليها بشهرين ثلاثه، شهرين ثلاثه والله، تخطط وتدور ويبقى عندك اوبشن واثنين وثلاثه. ما عادش اجيب واحد اجيب الثاني اجيب الثالث، وتكون مظبط مع اللاعب ومع النادي بتاعه ومسيستم اوراقك. انت اللي انت بتعمله ده دلوقتي عشوائيه. ممكن تنجح، انا اتمنى ان نجيب 3 4 لعيبه، ومهم جدا ان انا الزمالك بيجيب مهاجم. ما احنا عندنا 3 مهاجمين، ممكن نكمل بيهم موسم. هات لي وينج مع مصطفى شلبي اللي مطلع عيني، هات لي وينج رايت مع زيزو اللي كل يوم ما اعرفش ايه في التجديد، هات لي نص ملعب واحد بيلعب كوره زي عبد الله السعيد، عشان لما عبد الله السعيد لا قدر الله يغيب ما نخسرش. مهم جدا الاولويات مهمه جدا. اذا الاوبشن اللي بيتبعه نادي الزمالك هو اوبشن فاشل مبني على العشوائيه. التعاقدات بتقعد قبلها ب3 شهور، بتسيستم اوراقك احتياجاتك، تعرض اسماء على الراجل بيفلترها. بعد كده لما خلاص يلا باب الانتقالات فتح يلا نشتغل. اذا نادي الزمالك العشوائيه تسود قلبا وقالبا. زيزو الطرطشه بقى بدات، ما اعرفش مين بيقول القاهره ما اعرفش 24 بتقول اصل زيزو مستاء واصل ابوه بيتكلموا عن التجديد وان زيزو العلاقه. انا من وجهه نظري الزمالك واثق في زيزو ثقة كامل. لو الزمالك شم ريحة من ريحة الكابتن طارق السيد اللي هو بيشمها هناخد دوري ما اعرفش، لو الزمالك شم ريحة بس ان زيزو الاهلي بيفاوضه هيجري يجدد له على طول، علشان زيزو لو راح الاهلي حسين لبيب تاني يوم يستقيل من هذا المجلس ونفضها. اذا الزمالك مستني الاهلي بس يفكر في زيزو فيلا يروح الزمالك مجدد باي رقم. الزمالك لازم يجدد لزيزو، هي صفقه او تجديد عقد معنوي، تجديد عقد ان انت شخصيتك، ان انت ما تتهنش اكتر من كده من الاهلي، ان انت الاهلي ما يدوس عليك اكتر من كده. انت بتدفع فلوس لزيزو نظير ان انت محدش يدوس عليك اكتر من كده، كرامتك ونادي الزمالك وكبرياء الزمالك وي. سيبك من الفنيات، انت بتدفع فلوس علشان الحاجات دي كلها. ده كانوا كلمتين مهمين جدا عن الصفقات وعن شوبير وعن زيزو. يا رب يكون الكلام مختلف، وجهة نظري مختلفة والكلام عجبكم. اعمل اشتراك مهم جدا جدا في القناة، وفعل زر الجرس مهم جدا جدا، واعمل لايك مهم للفيديو، وقولي وجهة نظرك في الكومنتات مهم جدا جدا. سلام.